النهاردة بقول إنه أنا كأم أو كأب، أنا بشوف ابني عامل إيه. المدرسة يا ترى قالوا عننا إيه؟ المدرسة قالت الولد شغال وكويس معقول، بس هو القراءة عنده بطيئة شوية. الشغل معاه احنا بنحتاج نشتغل معاه. ف يعني ممكن نوديكوا مكان تروحوا فيه وتشوفوا يعملوا معاه ايه. طبعا الكلام ده is very general. الكلام ده يعني يتقال للأهل. الأهل في الحقيقة هيبصوا على الحاجة إنه لأ، الولد زي الفل، الولد كويس جدا، أنا ابني كويس. يعني لو رحت أما أجي بقى إيه أروح سنتر اللي المدرسة قالت لي عليه، أما أنا هروح وأنا شايفة إنه لأ، أنا ابني زي الفل، ابني مفيش منه. فاحنا بنحاول بس نشوف كده حاجة تعملوها، لكن الحاجة دي الدفع بتاعها لا، مش حاجة كبيرة، ده يا دوبك حاجة بسيطة، واحنا الولد زي الفل، الولد هايل. جماعة الطريقة دي للتفكير على ابننا او بنتنا، مش ان انا ما بروح سنتر والسنتر بيبتدي يوصف حالة الطفل، وانه الطفل محتاج في الوقت ده اختبارات، محتاجين اختبارات تتعمل بطريقة دولية. فممكن الفيز بتاعتهم تبقى بالنسبة لكم كبارنتس هي عالي سنة، بس عالي شوية. ده ليه؟ لان هي في النهاية احنا النهاردة لما بنتكلم بقى على طالب حقيقي، وصفه الحقيقي ليه هو انه طفل اديله يكون في سنة تانية او سنة تالتة، بديله جملتين المفروض تو لاينز، سطرين، اديهم له، المفروض ان هو ياخده يقراهم، وما يقراهم كمان نسأله سؤال عليهم وهو يرد إجابة علينا. لو الطالب بيعمل ده يبقى الطالب تمام زي الفل. لكن لو الطالب بيقرأ كلمة لسه متهزهز فيها، بيقرأ الخطين دول نقعد فيهم ربع ساعة عشان أقول هما تو لاينز، بقعد فيهم 10 دقايق أو ربع ساعة، ده كتير. أسأل سؤال كمان على التو لاينز دول، مبقاش عارف الإجابة، أقول إجابة أي كلام ما هياش حاجة مظبوطة. ده معناها إحنا كأهل إن إحنا محتاجين ننتبه إنه الولد ده مش بيعمل الحاجة مظبوطة، لأن في سنة تانية ابتدائي، تاني لكل الناس، تانية ابتدائي اديله تو لاينز يقرأهم بطلاقة، ولما يقرأهم بطلاقة يتسأل عنه سؤالين، يجاوب سؤالين عن التو لاينز دول. في الحالة دي يبقى أنا تمام. لكن لو أنا عندي مشكلة في إن أنا بقرأ بقعد ربع ساعة أو 10 دقايق، أو أنا بعيد وزيد في قراءة التو لاينز، احنا عندنا مشكلة. ويستحسن كتير جدا نروح لمركز نشوف ايه الاختبارات المطلوبة وايه اللي المفروض يتعمل بعد الاختبارات كمان، عشان يشتغل مع الولد ويتنقل بعد كده حياته وشغله، اللي هو الحاجة اللي بيقعد وقت طويل قوي عشان يقرأها، يقدر يقرأها بسهولة وبطلاقة.